وأقول يا إخوة، تتبعت أقوال العلماء الذين نسب إليهم القول بإخراج زكاة الفطر نقدا، فلم يتحقق قول منسوب إلى صاحبه يثبت إلا القول المنسوب إلى الأحناف. تقرؤون شيخ الإسلام ابن تيمية، تقرؤون عمر بن عبد العزيز، تقرؤون، ما ثبتت في زكاة الفطر. عمر بن عبد العزيز كان يرى أن تعطى النقود ليشترى الطعام، يعني أن يوكل المزكي الفقير في شراء الطعام إذا لم يجد طعاما. يعني أنا أردت طعاما ما وجدت، فقلت للفقير خذ هذا المبلغ اشتري طعاما. هذا الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز، ومع أننا لا نراه، لكن أنا أريد أن أقول شيئا. ومع ذلك سئل الإمام أحمد عن إخراجها نقدا فقال لا، فقالوا له إن عمر بن عبد العزيز يرى إخراجها نقدا، فقال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال عمر بن عبد العزيز. إذن يا عبد الله، إذا أردت الإحسان إلى الفقراء بالمال فأعطهم من مالك فوق الزكاة، أخرج الزكاة من الطعام. وإذا أردت أن تحسن وتتصدق فلا حرج، أعطهم من مالك.